في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد الضبابية داخل دوائر صنع القرار في طهران، كشفت صحيفة التايمز البريطانية عن معطيات مثيرة للجدل بشأن الوضع الصحي للمرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي. في تقرير يستند إلى مذكرة دبلوماسية يعتقد أنها مبنية على معلومات استخباراتية غربية، ما فتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول حقيقة ما يجري داخل هرم السلطة في إيران. وبحسب ما أوردته الصحيفة، فإن المذكرة تشير إلى أن خامنئي في حالة صحية حرجة، حيث يعتقد أنه فاقد للوعي ويخضع لعلاج مكثف من وضع وصف بالخطير، ما يجعله غير قادر على أداء مهامه أو المشاركة في اتخاذ القرارات داخل النظام. وتفيد المعطيات بأن مكان علاجه يقع في مدينة قم التي تعد مركزاً دينياً رئيسياً ومقراً للحوزات العلمية الشيعية، ما يضفي على موقعه حساسية خاصة من الناحية السياسية والدينية. وتنقل الوثيقة وفق الصحيفة صورة مقلقة عن وضع المرشد، إذ تؤكد أنه غير قادر على الانخراط في إدارة شؤون الدولة في وقت كانت فيه أجهزة الاستخبارات في كل من الولايات المتحدة وإسرائيل على دراية بموقعه منذ فترة، غير أن هذه المعلومات ظلت بعيدة عن التداول العلني حتى الآن. كما أشارت الصحيفة إلى أنها حاولت الحصول على تعليق رسمي من جهات معنية، بينها وكالة الأمن القومي الأمريكية، إضافة إلى البعثة الإيرانية في واشنطن التي تعمل عبر السفارة الباكستانية، دون صدور توضيحات حاسمة. وتتزامن هذه التسريبات مع رواية رسمية إيرانية تفيد بأن الضربة الجوية التي استهدفت قيادات بارزة في اليوم الأول من التصعيد العسكري لم تقتصر على إنهاء حياة المرشد السابق علي خامنئي، بل أسفرت أيضاً عن إصابة نجله مجتبى، إلى جانب مقتل عدد من أفراد العائلة، من بينهم والدته وزوجته زها حداد وأحد أبنائه، وهو ما زاد من تعقيد المشهد وأضفى عليه طابعاً مأساوياً. ومنذ الإعلان عن اختياره مرشداً أعلى في أوائل مارس آذار، لم يظهر مجتبى خامنئي علناً ولم يسمع صوته بشكل مباشر، إذ اقتصر حضوره على بيانين فقط تم بثهما عبر التلفزيون الرسمي، مما عزز من حالة الغموض المحيطة به. وزاد هذا الغموض مع تداول مقطع مصور قيل أنه منتج بتقنيات الذكاء الاصطناعي يظهره داخل غرفة عمليات وهو يطالع خريطة لمنشأة مفاعل ديمون النووي في إسرائيل، في محاولة بدت بحسب مراقبين لإثبات حضوره واستمرارية قيادته. وفي المقابل تواصل السلطات الإيرانية التأكيد على أن المرشد الجديد يتولى مهامه بشكل طبيعي، غير أن تقارير متقاطعة بعضها صادر عن جماعات معارضة رسمت صورة مغايرة، حيث تحدثت عن دخوله في غيبوبة أو تعرضه لإصابات بالغة شملت كسوراً وإصابات في الوجه، دون وجود تأكيد مستقل لهذه الروايات. ومع تضارب هذه المعطيات تتزايد التساؤلات داخل الأوساط السياسية والدبلوماسية حول طبيعة موازين القوى الفعلية داخل النظام الإيراني، خاصة في ظل مركزية منصب المرشد الأعلى بوصفه المرجعية السياسية والدينية العليا في البلاد. وتشير تحليلات نقلتها الصحيفة إلى أن احتمال أن يكون الحرس الثوري الإيراني قد عزز نفوذه في إدارة شؤون الدولة خلال هذه المرحلة الحساسة، ما يطرح سيناريوهات بشأن إدارة السلطة من خلف الكواليس، في وقت يظل فيه المشهد الرسمي محاطاً بدرجات عالية من الغموض وقلة المعلومات المؤكدة.